السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أميرة أبو زيد. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة من وصفات الصيف السهلة السريعة والبسيطة، وكمان وصفة كده تحس ان انت بتاكلي جمال بدون تعب. معايا هنا حلة على النار، حطيت فيها شوية من الزيت، وكمان حطيت فيها معلقة من السمن البلدي. معايا هنا لحمة مقطعة مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ كده بقى انزل باللحمة في الحلة وهي تكون سخنة كويس جدا، علشان انا عاوزة اللحمة تاخد صدمة وتاخد لون اللي انتوا شايفينه ده. معايا هنا كمية محترمة من البصل، حوالي نص كيلو من البصل. انا هنا ضربته في الكبة خشن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وممكن تقطعيه جوليان، تقدري تقطعيه بالطريقة اللي انت حباها. ضفت عليهم هنا مع اللحمة، حطيت 3 ورقات من اللورة و3 فصوص حبهان وقطعة من القرفة الخشب، وهبدأ كده اشوح اللحمة مع البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده هضيف عليها شوية من المية المغلية، وهغطي عليها لحد ما اتاكد ان اللحمه خلاص استوت معايا زي ما انتم شايفين كده. انا هنا بقى هدي النار وهسيب اللحمه تستوي براحتها. تمام كده. بعد اللحمه خلاص استوت والبصل كمان استوى كده وداب، وتحسوا ان الصوص بتاعها تحفه، هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض كباب حله بس على طريقتي. بس يلا شوفوا بينا الوصفه كامله. هنحط هنا شوية من الفلفل الأسود، وكمان هحط هنا شوية من البهارات أنا عاملاها في البيت. تقدري تحطي بدلها 7 بهارات أو بهارات لحمة بالشكل ده. هحط بقى شوية من الملح، وهظبط الملح بتاعي وهنعمل حساب ان انا هضيف خضار. هضيف الخضار ايه معايا النهاردة؟ هضيف عليها مكعبات من البطاطس. معايا هنا 3 بطاطسات قطعتهم مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله. وبقلب كده البطاطس مع اللحمة علشان البطاطس تاخد الطعم الموجود والبهار والملح اللي موجود في اللحمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا بقى هنا فلفل اخضر وفلفل احمر. تقدري تحطي فلفل احمر سبايسي زي ما انا حطيت. انا حطيت هنا قطعة مش كبيرة. تقدري تحطي فلفل احمر سبايسي او فلفل احمر بارد، علشان بس يديني لون حلو للكباب الحل. قلبت كل الكلام ده بقى، وهضيف عليه بقى شوية من المية علشان البطاطس تستوي. وطبعا النار متوسطة زي ما انا قلت لكم، وهغطي عليها لحد ما اتأكد ان البطاطس استوت. وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله شكلها تحفة، والبطاطس مستوية، اللون الفلفل مديها شكل حلو قوي. اللحمة طبعا دايبة. يلا بينا هنشوف احنا هنقدمها ازاي. كده تمام. يلا بينا. انا عاوزة بس اتأكد ان البطاطس تمام. شايفين الجمال؟ تحفة. هنا قدمتها مع رز بالشعرية، وهبدأ كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط هنا الكباب الحلة اللي عملناه بالبطاطس، بجد طعمها خرافة. تقدري تقدميها مع رز بالشعرية او رز ابيض، او تقدري تاكليها بعيش برضو. وشايفين الجمال؟ بجد الطبق تحفة وطعمه رهيب. انا عاوزاكم تجربوها بنفس الطريقة، بجد هتعجبكم جدا. شايفين الجمال؟ شايفين الالوان؟ بجد هي لوحدها يعني حاجة كده فاخر من الاخر، بجد عظمة على عظمة. شايفين البطاطس دايبة قد ايه؟ اللحمة كمان دايبة، والعصارة اللي نازلة كده، الجوس اللي موجود في كباب الحلة ده بصراحة بيبقى رهيب جدا. هناكل كده مع بعض، بجد ريحتها وطعمها يجنن. عاوزاكم تجربوها بنفس التركات وتقولوا لي رايكم فيها. ما تنسونيش تتابعوني على قناتي على اليوتيوب باسم اميره ابو زيد بالعربي، وعلى البيج القناه على الفيسبوك باسم اميره ابو زيد بالعربي والانجليش. يا رب تجربوا الوصفه تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك وشير لو على الفيس او على اليوتيوب. باي باي.